ب10 جنيه بس هتعملي الكمية دي كلها، مجرد ما هتقطمي منه قطمة مش هتشتريه من بره تاني. رغيف الفينو بقى بره ب1.5 جنيه، كمان مش ضامنين نضافته، عشان كده قررنا ان احنا نعمله في البيت مع بعض بطريقة سهلة وبسيطة. يلا بقى نسمي الله ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين. ما تنسيش بقى اللايك يا قمر انت وهي. يلا بقى نسمي الله ونشوف الوصفة بتاعتنا تبدأ ازاي. هنا بقى اول حاجة معايا كوباية من الحليب، كنت غلياه وسبت كوباية الحليب بردت، وبعد كده نزلت عليها بمعلقتين من السكر ومعلقة خميرة فورية، بس المعلقة تبقى كبيرة شوية. هبتدي بقى اللي انا اقلبهم مع بعض كده كويس. هركنها بقى بعد ما قلبتها كويس لمدة 5 دقايق لغاية لما ندخل الدقيق. هنا بقى جبت بقى البولة بتاعة الدقيق، طبعا نخلت الدقيق كويس قوي، وهنزل على الدقيق برشة من الملح. طب انت استخدمت قد ايه دقيق؟ استخدمت نص كيلو من الدقيق. هسيب لكم صندوق الوصف. انا بقى نخلت نص كيلو دقيق وبعد كده شلت منه كوبايه الا ربع. هتعرفوا هنستخدمها في ايه بس مش دلوقتي. هنزل بقى بالحليب بعد ما خلاص الخميره اتفعلت مع السكر والحليب لمده 5 دقايق. نزلت بيها وهدي بقى العجينه تقليبه، وبعد كده هبتدي ان انا اعجن بايديا. ما احنا لازم طبعا ايدينا بقى تشتغل، لا اما بقى لو عندنا عجان. اللي ما عندوش عجان زي حالاتي هيعجن بايديه. طبعا في اللحظه ديت هقول لكم ايه اللي حصل معايا. عشان كده بقى تلاقي العجينه طلعت معايا ناجحه يعني وخمرت على طول. غليت اللبن وعشان طبعا اخليه يبرد للعجينه، راحوا عيالي شبتوا ان انا اصب لهم لبن. رحت بقى اصبلهم واديتهم كل واحد باكو بسكويت، ويا دوب بس ما كملت الثانيه لسه هبتدي ان انا اعجن في العجينه، لقيت كوبايه اللبن ما شاء الله اتدلقت كده واتبهدلت في الارض. بص كنت واقفه متغاظه، مش عارفه اللي انا اعمل ايه، بس كنت بصوت طبعا يعني ما تقلقوش. ايديا ما اشتغلتش مع عيالي بس بقي كان شغال. تعالوا بس ايه نكمل العجينه وبعد كده اكمل لكم بقيه القصه عملت ايه في السجاده او عملت ايه في عيالي. نزلت بقى بمعلقتين من السمنه او 3 معالق كبار، يعني سيحتهم على النار طبعا وسبتهم بيردوا. اهم حاجه العجينه ما تنزليش عليها ولا بلبن سخن ولا حتى بسمنه سخنه. ممكن تبدلي السمنه بالزيت، ممكن تبدليها بزبده، حسب ايه المتوفر عندك واللي انت حباه. الصراحه العجينه في الطبق كان عالي وكده وجعلي ايديا. رحت ماسكه كده على الرخامه، طبعا الرخامه عندي نضيفه، وكنت بقى متغاظه بقى واللبن واقع قدامي على السجاده اللي لسه فرشاها امبارح. ورحت قلت بقى لما اخلص بقى العجينه واسيبها تخمر لمده نص ساعه اكون انا غسلت السجاده ولحقت نشرتها، عشان عندي عزومه بكره. هقول لكم بقى على العزومه وان شاء الله هصورها لكم. هنا بقى عجنتها كويس اول لمده 10 دقايق، يعني افضلي اعجني فيها لمده 10 دقايق. جبت كيس تلاجة والفوطه بتاعه المعجنات وابتديت ان انا اغطيها. هحطها بقى في الميكروويف قبل طبعا ما اشغله، اوعي تشغلي مشغلاه. هسيبها بقى لمده نص ساعه، وبقت بصي بالجمال دوت، اترفعت واتنفخت وبقت حلوه قوي. تعالوا بقى نديها بوكس. شايفين اول ما اديتها بوكس بجد حلوه قوي وطريه وما بتلزقش. لازم العجينه تبقى معاكي طريه قوي اللي هي تبقى ناشفه. هدي بقى رشه من الدقيق عشان كده قلت لكم اللهم صل على النبي. خليك كوبايه الا ربع ليه. نص كوبايه بعد ما حطيت السمنه لميت بيها العجينه، والربع التاني هرشه تحت ايه العجينه وانا بفردها. هبتدي بقى اللي انا اعملها رول. وهجيب بقى السكينه. انا طبعا السكينه ديت عندي بلاستيك بتاعت التلاجة وكده. ابتديت ايه اللي انا اقطع بيها. قطعي بقى حسب ايه حجم الفيلو اللي انت عايزاه. انا طبعا يعني قطعت كده عشوائي، وهكور الكوره. حسيت اللي هي مثلا زياده هروح شايله منها حته. انا بحب الرغيف بتاع الفينو اللي هو يبقى صغير ما يبقاش كبير، عشان عندي الاطفال يعني عارفين انا معايا اطفال وكده، وهي قطمه قطمتين ويقولوا لي احنا خلاص شبعنا. عشان كده ايه قلت اما اخلي الرغيف صغير، بدل كمان انا اللي هعمله يعني في البيت بنفسي. هنا بقى اللهم صل على النبي طلعت معايا بالظبط 12 رغيف من اللي انتوا هتشوفوه، بس بجد حلو قوي ودفى البيت عندي، وكانت الريحه تحفه. مش قادره اوصف لكم على الريحه. بيتفرد بكل سهوله. وهتبتدي بقى اللي انت وانتي بقى بتبرميه يعني اقفليه كويس. ليه بقى؟ عشان احنا هنسيبه نص ساعة تاني يرتاح. طبعا اللي هو لما الرغيف هيجي يتنفخ معاكي ما يتفتحش في الفرن او حتى لما يرتاح. دي اهم حاجة اللي انتي تقفليه كويس. انا بقى كنت حاطه الصاجه جنبي على على ايه على الحوض. على يعني على حرف الحوض وكده، وبفرد واروح حاطه في الصاجه على طول. الصاجه عندي خدت ال 12 رغيف. طبعا لو انت ما عندكيش الصاجه بتاعه الميكروويف ممكن تستخدمي بتاعه الفرن. ما عندكيش بتاعه الفرن ممكن تستخدمي اي صواني عندك، يعني الموضوع ايه مش هيقف خالص. شايفين بقفل ازاي؟ هتقفلي بقى على طول كده. الموضوع سهل وبسيط جدا جدا. خليكم مركزين في جدا دي. تعالوا بقول لكم عملت ايه في السجاده. هقارن معاكم الموضوع مره واتنين وتلاته، وبعد كده هكمل انا ايه بقيه الكميه مع نفسي عشان الفيديو ما يطولش عليكم قوي. انا بقى لغايه لما العجينه خمرت زي ما انا ما قلت لكم، رحت دخلت بسرعه، رحت غسلها ورحت نشرها، عشان عندي عزومه بكره اخويا حبيبي. طبعا زي ما انتم عارفين طبعا يعني لسه راجع من الجيش وكده، بقاله يومين متهيألي او 3.
قلت بقى لما عزومه عندي بقى وكده. عايزاكم بقى يعني لو اتفرجتوا للحته ديت، يعني الصراحه انا لغايه دلوقتي محتاره مش عارفه اعزمه على ايه. يعني عايزاكم بقى يعني تدوني افكار من عندكم، قولوا لي اعزمه على ايه او اعمل لكم ايه حاجه جديده اللي انا اصورها كمان معاكم في القناه. وما تنسوش بقى اللايك. شايفين بقى الصاج يعني في الاول خليت لسه ما سبتوش لمده ساعه خمر، هنا بقى كنت سبته لمده نص ساعه خمر. شايفين الرغيف اتنفخ ويعني حجمه اللي هو اتضاعف. هنا بقى لما حطوه في الفرن شايفين شكله حلو قوي قوي. بالظبط خد معايا نص ساعة في الفرن. ولعت عليه من تحت ومن فوق، وحطيته في الرف اللي في النص على درجة حرارة 200. درجة حرارة 200. درجة الحرارة دي حلوة، ما تعليش اكتر من كده عشان ايه ما يتلسعش منك. شايفين الرغيف عامل ازاي؟ لما طلعته بقى من الفرن اديته رشة من المية ورحت مغطياه يعني لمدة 5 دقايق. بعد كده بقى يعني تفتحي عليه عشان ما ينشفش منك. شايفين طري جدا، شايفين من جوه عامل ازاي؟ بجد العجينه تحفه 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 يا بنات، لازم تجربوها. لو معاكم كمان اولاد هينفعكم قوي، تقدروا تفطروا بيه تتعشوا بيه. لو زهقانه مثلا وهتعملي مثلا صدوق او كبده تقدري برضو تتغدي بيه. يعني في هذا الحالات من كل ناحيه هينفعك في البيت. تقدري برضو تخزنيه برضو في الفريزر، طلعيه وتسخنيه. ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناه وكومنتي حلو زيكم تشجعوني فيه في رعايه